السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات الكرام. هذا الفيديو لأصحاب الهموم، لأصحاب المآسي، لأصحاب الأحزان، لمن تكاثرت عليه الديون من كل جانب، لمن عنده مشاكل زوجية، لمن عنده مشاكل في العائلة. هذا الدعاء خاص لك يا أخي الكريم. أخي الكريم، إذا ضاقت بك الدنيا وأحسست كأنك تتنفس من ثقب إبرة كما يقولون، فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أكثر من الاستغفار وأكثر من كلمة التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يونس عليه السلام أيها الإخوة والأخوات، وكلكم تعرفون قصة يونس عليه السلام، وكلكم تعلمون فضل دعاء يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما دعا مسلم بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه، ولو يكون. تخيل معي، يونس عليه السلام اجتمعت عليه المحن، وجد أو ابتلاه الله عز وجل أنه دخل في 3 ظلمات. ظلمة الحوت هذا لعله أكبر مخلوق في هذا الكون، هو الحوت، كبير جدا، فألقاه الله عز وجل في بطنه. هذه الظلمة الأولى. الظلمة الثانية ظلمة البحر. ظلمة البحر أيها الإخوة والأخوات ظلمة شديدة وشديدة جدا. ثم الثالثة ظلمة الليل. تخيل معي أنت لو أنك أحد ما يغلق عليك الباب ويترك يوم يومين بلا أكل بلا شراب بلا أنس ستحس أن الوفاة وأن الموت قريب منك. فهذا هو اللي حس به يونس عليه السلام، حس بهذه المسألة، لكن لم يتغير أبدا توحيده بالله عز وجل ويقينه بالله عز وجل. مع تكاثر هذه المحن ومع كثرة هذه الظلمات لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ورفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى ودعا بدعائه المشهور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فقال الله عز وجل مباشرة: فاستجبنا له. تخيل معي، في هذا البلاء وفي هذا الابتلاء لم ينسى ربه سبحانه وتعالى، ولم ينساه ربه سبحانه وتعالى. فيا من كثرت عليه الهموم وكثرت عليه المآسي وكثرت عليه الأحزان، الجأ إلى ربك سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، دعاء يونس عليه السلام، الذي يسمى بدعاء الكرب. لماذا؟ لأن الله عز وجل بسبب هذا الدعاء يفرج عنك ويقضي دينك ويطرد همك، ويجعل كل شيء مر في حياتك يقلبه الله سبحانه وتعالى إلى شيء طيب وإلى شيء جميل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حب الاستغفار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.